السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الراعي الرسمي او الطبق الرئيسي لعيد الاضحى. هنعمل فتة اللحمة بطريقة سهلة جدا وبسيطة بكل اسرارها وبكل تفاصيلها بشوية طشة كده ودقة مفيش بعد كده. هنعمل الفتة بتاعتنا النهاردة بالطريقة المصري الفلاحي اللي ريحتها هتجيب اخر الشارع. يلا نبدا على بركه الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقه التحضير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معانا في المكونات حله على النار فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي. اول ما السمنه بتاعتنا كده تسخن وتسيح في قلب الحله هنبدا ننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن ورقتين من اللوري، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر المطحون، 4 أو 5 فصوص من الكوبيبه الصيني، 4 أو 5 فصوص من الحبهان. تشويحه التوابل هنا في قلب السمنه بتديني ريحه حلوه جدا للحمه وبتديني ريحه حلوه جدا للشوربه. هنبدا ننزل باللحمه بتاعتنا، طبعا احنا غسلينها كويس ومصفيينها من اي ميه. المهم ان احنا ننزل باللحمه بتاعتنا والحله بتاعتنا سخنه والسمنه بتاعتنا سخنه جدا عشان اللحمه تقفل مسامها بسرعه وما تنزلش اي ميه فيها. نزلت كده بكميه اللحمه اللي معايا، انا معايا ده كيلو من اللحمه، وهبدا اديها صدمه كده على البوتاجاز. اول لما تاخد لون هبدا اقلبها على اليمه التانيه او على الوش التاني. هنبدا بقى نضيف كمان بصلايه، طبعا البصلايه انا مقطعاها نصين، حضرتك كمان تقدري تضيفي مع البصل 2 من الطماطم لو حضرتك حابه الشوربه بتاعتك لونها احمر، وممكن تضيفي معلقه من الصلصه، في ناس بتحب الشوربه بتاعتها لونها احمر جدا وده على حسب الرغبه. هنبدا ننزل بالميه بتاعتنا، اهم حاجه ان احنا ننزل بالميه بتاعتنا تكون مغليه، طبعا دي عشان تسرع لي عمليه التسويه بتاعه اللحمه. لو ضفت ميه بارده هتطول لي من عمليه التسويه بتاعه اللحمه. تمام. اول ما اللحمه بتبدا تغلي كده في الميه بتاعتها بتلاقيها كده بتعمل ريم، طبعا الريم دون نبدا نشيله كده بالمعلقه عشان في الاخر تديني شويه شوربه صافيه. وده كده شكل اللحمه بتاعتنا، طبعا اللحمه شربت ميتها وانا كمان زودتها برضو ميه مغليه. وضفت هنا الملح يا جماعه بنضاف في اخر حاجه، هخليها تاخد غلوه والتانيه وخلاص اللحمه بتاعتنا استوت وخلاص طفينا عليها. وزي ما شفت الشوربه بتاعتها صافيه ورايقه وريحتها مفيش بعد كده. هنعمل بقى هنا الرز بتاعنا، حله على النار ضفت فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي وضفت كمان معلقتين كبار كده من الزيت. طبعا رز الفته بيحتاج سمنه وزيت كتير علشان خاطر يبقى بيلمع معانا كده. انا ضفت هنا 4 كوبايات من الرز المصري، غسلته كويس ومش منقوع طبعا، هو متصفي بس من الميه. وهنبدا ندي الرز تشويحه حلوه جدا مع السمنه ومع الزيت. فايده الزيت مع السمنه ان الزيت بيديني لمعه حلوه جدا للرز. وبعد كده هنضيف القعد بتاعنا. تعالوا نتكلم عن القعد بتاع الرز. طبعا انا بهرت هنا بملح، ضفت الملح بتاعنا وهقلب برده هشوح شويه كده الرز. القعد بقى بتاع الرز عباره عن كل كوبايه من الرز المصري عليها كوبايه وربع من الميه. تمام. انا ضفت 4 كوبايات من الميه، يعني ضفت 4 كوبايات من الرز، يعني ضفت عليهم 5 كوبايات من الميه، كوبايه من الشوربه و4 كوبايات من الميه. طبعا الشوربه بتاعتنا متبهره بالتوابل اللي انت شفتيها فهتديني ريحه حلوه جدا للرز. وبعد مرور تلت ساعه كشفت على الرز في البدايه وقلبته تقليبتين. وده كده الرز بتاعنا بعد ما استوى، هو اخد بالظبط معايا 25 دقيقه على النار. شايف الرز بتاعنا عامل ازاي مفلفل وريحته مفيش بعد كده، ريحته حلوه من السمنه البلدي اللي احنا حطيناها وكمان مع كوبايه الشوربه اللي احنا ضفناها، لان الشوربه متطعمه بتوابل وبهارات فمخليها ريحتها حلوه فادتني طعم كمان حلو جدا للرز. دي طريقه تقطيع العيش، طبعا فته يعني عيش بلدي. لو حضرتك هتجيبي العيش المفقع من الفرن يبقى ملوش لازمه ان انت تحمصيه لان هو بيجي مفقع وبيجي متحمص جاهز من الفرن، لكن احنا عشان استخدمنا هنا العيش البلدي العادي اللي احنا بنجيبه برده من الفرن بس مش المفقع، قطعته قطع مربعات زي ما انت شايفه بالشكل ده. ومعايا هنا برده معلقه كبيره من السمنه البلدي، وهبدا ان انا ادهن كده العيش بتاعنا بالفرشه وهدخله في الفرن ياخد كده يتحمر كده ويتقرمش او يتحمص تحت الشوايه. وكل 3-4 دقايق او كل دقيقتين كنت بطلعه بقلبه. شايفاه عامل ازاي؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، طالع حلو جدا ومقرمش. حابه حضرتك تحمريه في الزيت مع معلقه سمنه مفيش مشكله، بس انا بفضل ان انا احطه تحت الشوايه اختصارا للوقت. خلاص خلصنا العيش، تعالوا بقى نعمل مع بعض ألذ واطعم صلصه. طبعا بعد الصلصه هنعمل شويه دقه
وطشه نطش بيهم او نحطهم على الفته، هتاخد لك الفته بتاعتنا دي في حته تانية خالص. المهم معلقه كبيره من السمنه البلدي، وطبعا مش مهم السمنه بلدي، ممكن تستخدمي سمنه نباتي، زبده، زي ما يعجبك. ضفت عليها شويه كده معلقتين كبار كده من الثوم، وببدا اقلب زي ما انت شايفه كده لحد ما تدخل في اللون الذهبي. طبعا خطوات الفته كتيره شويه، بس ممكن حضرتك ترتبي خطواتك وهتخلصي بسرعه ان شاء الله. طبعا انا طشيت هنا الثوم بتاعنا بمعلقه من الخل، وبعد كده ضفت الطماطم، وبعد كده ضفت معلقه من الفلفل الاسمر وشويه من السكر عشان يعادل الطعم، وضفت الملح بتاعنا. صلصه الفته انا ما بحطش عليها توابل غير فلفل اسمر وملح وشويه سكر لتعادل الطعم. ضفت عليها هنا نص كوبايه او نص مضج من الشوربه اللي احنا عاملينها، وبعد كده ضفت كمان ربع كوبايه من الميه. هخلي بقى كل ده كده ياخد ويدي مع بعض. طبعا انا ضفت الشوربه والميه بعد الصلصه بتاعتنا ما اتسبكت، وبعد كده ضفت الشوربه والميه، وده القوام اللي انا عايزاه لصلصه الفته. شمي بقى ريحه الصلصه، لا بجد ريحتها جايبه اخر الشارع. يعني لما طشينا الخل بالتومه كده وبعد كده حطينا عليها الطماطم، لا ادتني ريحه خطيره. طاسه بقى كده احنا خلاص خلصنا الصلصه بتاعتنا. طاسه على النار، حطيت فيها معلقه كبيره من السمنه برضو البلدي، وهبدا هنا احمر اللحمه، لان انا عايزه السمنه اللي انا حمرت فيها اللحمه عشان نعمل فيها الطشه او الدقه بتاعه الفته. هنبدا نحمر اللحمه، نحمرها تحميره كده خفيفه لحد بس ما تاخد اللون الذهبي مننا عشان نحطها على وش الفته. وطبعا ممكن تاخدي اللحمه دي تدهنيها برضو معلقتين من السمنه تدخليها تتشمع تحت الشوايه، الموضوع هنا راجع ليكي. وممكن تحطي اللحمه بتاعتك في قلب الصلصه نفسها وتبقى لحمه بصلصه، يعني بعد ما تحمريها كده تحطيها في الصلصه تاخد غلوه مع الصلصه. لكن انا ما عملتش كده، احنا عايزينها زي ما هي محمره بالشكل اللي انت شايفاه ده. ما خدتش مننا وقت في التحمير، وهنطلعها في طبق ونركنها على جنب. ده بقى كده السمنه بتاعتنا اللي فايده معايا. ضفت هنا معلقه كبيره من الثوم على السمنه اللي احنا حمرنا فيها اللحمه، وببدا اطشها كده بمعلقتين كبار من الخل. شم الريحه مفيش بعد كده. ببدا انزل عليها بمضج من الشوربه او كوبايه من الشوربه. تمام. طبعا انا مش هضيف عليها ملح لان خلاص الشوربه عليها كل حاجه، عليها التوابل بتاعتها والملح بتاعها وهي كده مظبوطه. وده شكل اللحمه بتاعتنا بعد ما حمرناها. بضيف عليها شويه من الفلفل الاسمر. تمام. هنركنها بقى وتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. ده كده كمان شكل الشوربه بتاعتنا، شايفين شكل الشوربه عامل ازاي؟ شويه شوربه ريحتهم وطعمهم مفيش بعد كده، شوربه رايقه وجميله. يلا بقى نشوف يا جماعه هنفت العيش ازاي. هنفته بطريقتين حلوين جدا. انا خدت جزء من العيش في الطبق ده وضفت عليه شويه من الطشه اللي احنا لسه عاملينها، وضفت عليه كمان 4 أو 5 معالق من الشوربة، وضفت عليه كمان معلقتين من الصلصة، وضفت معلقتين كمان كبار أو 3 معالق كبار من الرز. وببدأ أقلب كل الخلطة دي مع بعضها. ببدأ أقلب كل الخليط ده مع العيش مع بعضه بالشكل اللي انت شايفاه ده. دي كده أول طريقة لفتة العيش. تمام. يلا نشوف الطريقة التانية. دي الطاسة اللي أنا عملت فيها الطشة أو الدقة اللي فيها ده توم. خدت برضو جزء من العيش وحطيته بالشكل ده، ضفت عليه معلقتين من الدقة او الطشة اللي احنا عاملينها مع بعض، و3 4 معالق كمان من الشوربة، وضفت كمان معلقتين من الصلصة، وهضيف كمان معلقتين من الرز. وعلى نار هادية بقى، على نار هادية كده يا ست الكل، وابتدي قلبي كل ده كده ياخد ويدي مع بعضه. طيب هل هنا العيش هيطرى؟ ده بقى على حسب ما حضرتك عايزه. ممكن تسيبيه على النار لحد العيش ما يطرى، وممكن تخليه يطرى نص تطريه، وممكن تخليه مقرمش زي ما هو. ده على حسب ما حضرتك هتسيبيه في الوقت اللي هتسيبيه على النار، وعلى حسب كميه الشوربه اللي حضرتك هتزوديها. انا ضفت 4 أو 5 معالق من الشوربه. تمام. طبعا بديها تقليبتين كده. طبعا انا ضفت في الاخر كده كمان معلقتين لان حسيت ان العيش لسه مقرمش شويه وانا كنت عايزه العيش ده طري. يلا بقى نبدأ كده طريقتين لفتة العيش تعملي بيهم العيش. هنبدأ بقى نجهز الطبق بتاعنا او الراعي الرسمي بتاعنا لعيد الأضحى. العيش اللي قدامنا اللي انا فضيته في الصينية ده اللي انا عملته في الطبق الازاز. تمام. لسه محتفظة بقرمشتها، تمسكيها تحسيها انها طرية في مقرمشة كده، حاجة مفيش بعد كده. شايفة الرز بتاعنا نازل عامل ازاي؟
مفلفل كده وريحته جميلة وشكله اجمل ومحتفظ بلونه. مفيش بعد كده. سويناه كده على العيش زي ما انت شايفة كده، وضفت عليه 4 أو 5 معالق من الطشة او الدقة اللي احنا عملناها اللي هي ام توم. تمام، اللي احنا عملناها في سمنة في السمنة اللي احنا حمرنا فيها اللحمة. بعد كده باخد 3 4 5 معالق كده من الصلصة وبحطهم على الرز بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبنبدأ بقى رص اللحمة زي ما يعجبك، ممكن تحطيها كلها في نص الطبق، وممكن تحطيها على الاطراف زي ما انا حطاها بالشكل اللي قدامك ده. بجد يا جماعة الطبق الفتة ده ريحته كانت مودية اخر الدنيا، يعني كانت قلبالي الشقة، يعني حسيت ان الجيران شميني الريحة والله. يعني حاجة كده هتعمليه هيشرفك جدا في عيد الاضحى، في العزومات. طبق مفيش بعد كده. وده شكل الفتة بتاعتنا، ايه رأيكم فيها؟ المهم ان انت بقى تنسقي الطبق وترصيه زي ما يعجبك. بجد تحفة. طعم اللحمة مع طعم الفتة، لا حاجة جميلة. طعم العيش بس كده يتاكل لوحده، يعني اللي احنا الخلطة اللي احنا عملنا بيها العيش دي تتاكل لوحدها. فما شاء الله ده كده الطبق بتاعنا. يلا بقى كده نطلع منه معلقة ونشوف شكله عامل ازاي. بجد تحفة. طبعا الطبق بيتكلم عن نفسه. المهم بقى لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، دعمكم شرف كبير ليا. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش ان حضرتك تشتركي عندي في صفحتي على الفيسبوك، واي سؤال حضرتك ممكن تسأليني في التعليقات. هنطلع بقى معلقة مع بعض كده ونشوف شكل الفتة بتاعنا عامل ازاي. بجد تحفة تحفة تحفة. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله بألف هنا وشفا على اللي هيعمله، بألف هنا وشفا على اللي هياكله. ده شكل كده المعلقة بس كده من الفتة. وبكده اكون انتهيت من الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.